بسم الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ أنا دكتور أحمد رجب، ودي المحاضرة الأخيرة، محاضرة المراجعة لمديول الترمينولوجي. دي المذكرة بتاعتنا، الغلاف الشيك بتاعنا. أول حاجة هناخد هو يعني ايه أصلا علم الأناتومي، الأساسيات بتاعة دراسة علم الأناتومي. الأساسيات أول حاجة قال لك علم الأناتومي هو علم وصفي، هو علم وصفي بيهتم بدراسة الجروس فيتشر، الحاجات اللي بنشوفها بعينينا في جسم الإنسان وعلاقاتها ببعضها البعض. الاناتومي في هيومن بادي قال لك النظرة الأولية لجسم الإنسان، انسبكشن يعني بتتشاف بالعين، النظرة الأولية لجسم الإنسان بتقسمه بنائيا إلى مناطق وتجاويف، وكل منطقة بتتقسم لمناطق أصغر وتجاويف أصغر، مفيش مشكلة. البادي ريجون يعني ايه؟ البادي ريجون يعني مناطق الجسم، هيد نيك. الهيد بتنقسم لكرينيال ريجون اللي هي اللي بتحاط البرين، وفيشيال ريجون اللي هي اللي قدام، كنا جبناها بالعرض كده وقلنا الحته اللي قدام هي الفيشيال والحته اللي ورا هي الكرينيال. النيك هي الكونستريكشن اللي بيجي بعد الهيد، يعني الحته الضيقه اللي بتيجي بعد الهيد. السوركس يعني القفص الصدري. الابر بارت من الترانك، قلنا الترانك هو الحته دي كلها كده، بلفس بالابدومين بالسوركس هو الابر بارت في القلب والرئه. اما الابدومين هو البطن او تجويف البطن، وفي ناس بتقسمه الجزئين العلوي والسفلي، وفي ناس بيقول لك لا الابدومين لوحده والبلفز لوحده، مش هنختلف. البلفز اللي هو الحوض، بيحتوي على الابدومينال ريجون، الابدومينال ريجون زي الامعاء، الجي اي تي اللي احنا خدناه في الحصه اللي فاتت التايبوجرافي. تمام. بيقول لك بيفصل الدايفرام، بيفصله عن السوركس، الدايفرام الحجاب الحاجز بيفصل البطن عن الصدر، مفيش مشكله. البلفز هو اللور بارت اوف ذا ابدومين، الجزء السفلي من البطن. الابر ليم قال لك ان هو بيكون جنب القفص الصدري، وبيحتوي على الشولدر ريجون والارم والفور ارم والهاند. ادي الشولدر ريجون والارم والفور ارم وادي الهاند. اللور ليم قال لك بيحتوي على الجلوتيال ريجون اللي هي منطقه المؤخره، والصاي الفخذ، وبعدين الليج الساق، وبعدين الفوت. احنا دلوقتي بنقرا قراءه سريعه يعني، دي مش شرح، الشرح في الحصص اللي فاتت. قال لك الترانك هو السوركس والابدومين والبلفز. السوركس قفص الصدر، الابدومين البطن، البلفز الحوض. هيد بتنقسم لفيشيال وكرينيال. النيك هي الحته الضيقه اللي بتيجي بعد الهيد، مفيش مشكله. وقلنا ان ده مصطلح مش مجرد كلمه او منطقه في جسم الانسان، لا اي حاجه ضيقه، يعني عنق الزجاجه اسمه نيك اوف بوتل عادي جدا. ماشي. الابر ليم، شولدر، ارم، فور ارم، هاند، دي كلها دي زي تجميع كده مش اكتر، دي زي تجميع، مفيش مشكله ان شاء الله. الاناتوميكال بوزيشن دي فيري امبورتنت، واهم حاجه فيه الحته دي اللي هي البال فورورد. قال لك ده الوضع اللي بنوصف فيه الاعضاء الجسم المختلفه والمناطق المختلفه، اعضاء الجسم المختلفه والاستراكشرز اللي في جسم الانسان، المصل والابدومين والكاردياك، كل الحاجات بتوصف في الوضعيه دي ار ديسكرايبد، يعني يتم وصفها. يقول لك لازم يكون الانسان واقف، وشه قدام، رقبته مفروده، ايدي جنبه، البلم لقدام، رجليه على الارض. واقف، رقبته مفروده، وشه لقدام، ايدي جنبه، البلم لقدام، فورورد يعني، رجليه على الارض، مفيش مشكله. الاذر بوزيشن غير اناتوميكال بوزيشن، السوباين بنفتح بننيمه على ظهره يبص للسقف، قلنا السوباين سقف يبص للسقف. برون يعني نايم على بطنه، فقلنا البي فور بطن، بي فور بي اهو. لك بيلي يعني بطن، فيس دايركت داونورد، وشه لتحت. اما الفيس هنا دايركت ابورد، باصص للسقف، مش مشكله. الدايركشن سوبيريور يعني فوق وحاطط لك السهم، انفيريور يعني تحت حاطط لك السهم، ودي السهم اللي استخدمناه في الشرح عشان ذاكرتك البصريه تركز معايا. ميديال ولاترال، الميديال يعني الى الداخل، انا عامل لك الخط ده اهو اللي هو دي المنتصف، فالميديال ناحيه المنتصف، اللاترال بعيد عن المنتصف اهو. كلوز تو ميد لاين يعني قريب الى، اواي فروم يعني بعيد عن، ابر يعني سوبيريور او اباف يعني سوبيريور، لور او بلو يعني انفيريور. انتيريور جالك توورد فرونت او فنترال، بوستيريور توورد ذا باك او دورزال. طب الميديان او الاكزن ده هو الميد لاين بالظبط، هو دي الميديان او الاكزن. طيب بريفرال بعيد عن الميديان او بعيد عن الميديان لاين او الاكزيال لاين. طيب ديب او انترنال، انا رسمت لك الرسمه اللي استخدمناها في الشرح عشان تتذكر. يبقى جهه الداخل يعني ديب، جهه الخارج يعني سوبرفيشال اهو، ديب بنيز ذا سيرفيس، عميق تحت السيرفيس، او انترنال نفس المعنى. نير تو سيرفيس يعني اسمها سوبرفيشال او اكسترنال. طيب الكرينيال قلنا الكرينيال دي اللي هي الدماغ، وبنوصف بيها الجنين، لان الجنين لسه مش عارفين وشه من راسه، لسه بيتكون، لسه مش عارفين رجله من الترنك بتاعه، فبتبقى ديل، فبنقول كودال يعني تيل ناحيه التيل. وقلنا ان التيل دي بالظبط الكوكسيجياس، اللي هو الكوكسيجياس بوند اللي بتبقى تيل في الحيوان. لوكيتد توورد ذا هيد يعني كرينيال ناحيه الهيد، كودال ناحيه ديل اهي، ده ديل واخد بالك معايا. لونجيتودينال او فيرتيكال يعني موازي للونج، باراليل يعني موازي، اللونج اكسس بتاع
الاستراكشر. يعني الانسان لو واقف فالبارل اكزل بتاعه هو الساجيتال او الباراساجيتال بلين، هنيجي له كمان شويه. الهوريزونتال او الترانسفيرس بيقول لك رايت انجل بزاويه قائمه اهو، فيرتيكال يعني قائم، هوريزونتال بزاويه قائمه على الفيرتيكال على الاكسس، على اللونج اكسس ستراكشر. ايبيكال يعني ناحيه الايبكس، يعني ممكن نقول ايبكس اوف ذا لانج. يعني ايه ايبكس اوف ذا لانج؟ لانج يعني رئه، ايبكس اوف ذا لانج يعني قمه الرئه او الحته اللي فوق في الرئه. كلام زي الفل. البيزل يعني البيز اوف ذا لانج، يعني قاعده او الحته اللي تحت بتاعه الرئه. وقلنا ورسمناها دي الرسمه اللي استخدمناها في شرح عشان تفتكر. راديال ناحيه الراديوس بون، راديوس بون اللي هي القعبره ناحيه الصابع الكبير، وبما ان ناحيه الصابع الكبير تبقى لاترال ناحيه اللاترال. دي ما بتوصفش بقى حاجه مش مهمه، ملهاش درجه من الاهميه كبيره، بس هم كاتبينها في الكتاب فكتبتها لك. النر دي اللي هي الالنا او الزند اللي هي ناحيه الصابع الصغير، ودي بتكون ميديال. طب التبيه دي اللي هي القصبه. طب والفيبيولا دي اللي هي الشظيه، يبقى القصبه دي اللي ميديال، الشظيه دي اللي لاترال. بالمر يعني بطن الايد، بلانتر يعني بطن الرجل، مفيش مشكله. طب البلينز قلنا ان الساجيتال بلين دي اللي بيقسم الانسان، نجيب بقى نجيب ده احسن. الساجيتال بلين دي اللي بيقسم الانسان من انتيرو لبوستيرو، بيقسموا الرايت وليفت، مفيش مشكله. ودي السكشن بتاعه بنبص له لما لو شجنا الراجل وبصينا له من الحته دي هنشوفه كده تمام. اما الكورونال او الفرونتال، قلنا الفرونتال عشان بيعمل في الفرونتال سوتشر او الكورونال سوتشر، بيقسم الراجل لانتيريور وبوستيريور، بيقسمه من سايد تو اذر سايد، بيقسمه من الناحيه دي للناحيه دي، من اليمين للشمال، بس بيقسمه ليه النتيجه بتاعته لقدام لورا، قدام ورا. لما نبص له هنلاقيه من الناحيه دي. ادي البرين، ادي الليفت ارم، ادي الرايت، ادي الكبد، ادي الكلى اهي، ادي البلفس، رجليه الشمال، رجليه اليمين. ترانسفيرس قلنا بيقسموا عمودي على اللونج اكسس، ولما نبص له من فوق بنشوفه من هنا. قلنا ان ده القلب خلاص، دي الرئه، ده المصل، هنا الجلد، تمام مش مشكله. نرجع بقى نقرا الكلام. اول انديكيت بلانز اي بلان، يعني اي بلان ميديان او بارا ساجيتال او بارا ميديان اللي هو بجانب المنتصف. انتيرو بيقسم الانسان هو بيمر انتيرو تو بوستيرو خلال الجسم، بيقسم قال لك ان المستوى اللي بيقسم الجسم نصفين متساويين بالظبط اسمه ميديان ساجيتال بلين. طب الكورونال او الفرونتال ده بيمشي من سايد لسايد تاني، من رايت للليفت، بيقسم الجسم الانتيريور وبوستيريور، مفيش مشكله. الهوريزونتال او الترانسفيرس قال لك ده اللي بيمر بزاويه قائمه رايت انجل على الميديان والفرونتال. لما قعدنا نشرح 3 مستويات زد وواي واكس والثلاثه عموديين على بعض، مفيش مشكله. بيقسم الجسم لابر ولور، قال لك ان هو ممكن يمر في اي مستوى من الجسم وباي فقره، زي اللي قلنا اللامبر فيرتبرا رقم 1. لامبر يعني قطنيه، فيرتبرا يعني فقره 1 يعني الاولى، مفيش مشكله. هنا بقى صوره مجمعه للكلام اللي قلناه مع شويه مصطلحات. يعني هنا سوبيريور، هنا كده ميديال، كده لاترال، كده بوستيريور او دورزال، كده انفيريور، كده انتيريور، وهو كاتب لك الحاجات، مفيش مشكله. هنا جاي موضح لك السول والدورزم، البال والدورزم. هنا كمان اهو بص جايب لك هنا الديب، قال لك الحته دي ديب والحته دي سوبرفيشال والحته دي بينهم انترميديات. طب لو قلنا ان النقطه ديت بالنسبه للنقطه دي يبقى دي ديب ودي سوبرفيشال. طب لو قلنا ان النقطه اللي هي دي بالنسبه اللي فوق يبقى دي سوبرفيشال ودي ديب، فالموضوع نسبي، مفيش مشكله، كلام محترم. طيب الحركات، فليكشن، اكستنشن، ابدكشن. قلنا فليكشن يعني ثانيه او تقريب، بنقلب الانتيريور سيرفيس بتاع كل عضو للعضو الاخر. يعني بنقلب الانتيريور سيرفيس بتاع الفور ارم الى الارم، فده اسمه فليكشن اوف البو جوينت، او بيقول لك اقفل المفصل، مش مشكله. اما الاكستنشن بنبعد الفنترال بارت الانتيريور بارت على الانتيريور سيرفيس عن الانتيريور سيرفيس، اسمه اوبن ذا جوينت. ما عدا قلنا في استثناء واحد للقاعده، اللي هو ايه؟ مين اللي فاكر يقول لنا مين الاستثناء الوحيد للقاعده؟ فليكشن بتاع الني، قلنا ان هو بوستيريور مع البوستيريور. طيب الادكشن، قلنا اد يعني اضافه، فبنخلي الجلمب العضو يجرب الى الجسم، يجرب للميد لاين، او بنحرك العضو ناحيه الميد لاين. طيب الابدكشن الابعاد، بنبعد الجسم عن الميد لاين، away from يعني بعيد عن الميد لاين. ميديال روتيشن واللاترال روتيشن. ميديال روتيشن هو بيقول لك الروتيشن اصلا هو انك تحرك او تخلي الجسم يدور او يتحرك حوالين محوره الطولي، يعني ده المحور الطولي بتاع الارم، فاحنا بنخليه يتحرك حوالين المحور الطولي، قال لك الميديال بتخلي الانتيريور سيرفيس يجرب للميد لاين،
اما اللاترال بتخلي الانتيريور سيرفيس يبعد عن الميد لاين، ودي رسومات فليكشن كده، فليكشن عشان الانتيريور سيرفيس جرب من الفيس اهو، او وكده اكستنشن عشان الانتيريور بعد عن الانتيريور، الابدكشن عشان بعد عن الميد لاين، الابدكشن عشان جرب من الميد لاين، ميديال روتيشن، لاترال روتيشن او اكسترنال روتيشن نفس المعنى، اليفيشن او ديبريشن، اليفيشن يرفع، ديبريشن يخفض، بتحصل في الماندبل والشولدر، والبروتراكشن والريتراكشن برضه بيحصلوا في الماندبل والشولدر. بروتراكشن يعني متقدم، فبيقدم الفك الى الامام، فورورد موفمنت باشنج ماندبل، يعني بتخلي الماندبل اللي هو اللور جو يتحرك لقدام، او اللور تيس يتحرك لقدام قدام الابر تيس كمان. تمام. طب والريتراكشن دي بتخليه اللور جو يرجع ورا الابر تيس، يبقى الحركه بتكون في اللور جو في الناحيتين صح. وبتحصل برضو في الشولدر جوينت. السيركمدكشن قلنا هو حركه متتابعه، سيكوينشال يعني متتابع، فليكشن، ابدكشن يعني بعد، اكستنشن يعني تفرد، ابدكشن يعني تجرب، يبقى فليكشن، ابدكشن، اكستنشن، ابدكشن. خلي الديستال انت بتاعه الجسم تتحرك في دايره، الشولدر او الهيب يعني الفخذ، والشولدر يعني الكتف. طب في حاجات بتحصل في الفور ارم، وحاجات بتحصل في الفوت بس. السوباينيشن قلنا نخلي البطن باصص للسقف، البالم تورد فورورد باصص لفوق او لقدام. اما البرونيشن بتخلي البالم باصص باكورد ورا او تحت. طيب الاي فيرجن قلنا الاي فيرجن يعني لبره، وجايبها لك ناحيه الرسم اهي لبره. اما الانفيرجن ناحيه جوه، يبقى السول اوف ذا فوت تيرن انر اور ميديالي، بتخليه ناحيه جوه. اما السول في الايفيرجن بيبقى اوتورد ناحيه بره. طب الاوبوزيشن قلنا دي حركه التسبيح، وسماها اوبوزيشن عشان بتعمل حركه التسبيح، بتعمل دايره وانت بتسبح. تيب اوف صام بيعدي على التيب اوف اذر فينجرز، كلام محترم. البادي كافيتيز في ميجور وفي ماينور. الميجور قلنا الدورزال كافيتي والفنترال كافيتيز. الدورزال في الكرينيال، السباينال او فيرتبرال. طيب والانتيريور في الثوراسيك، والثوراسيك بينقسم لثلاث حاجات، الميدياستاينم والبلورال والبيكارديال او الكاردياك، وبعدين الابدومينال والبلفيك. في ناس بتعتبر الاثنين ده حاجه واحده، ابدومين وبلفيك. تمام. الماوس كافيتي دي الماينور كافيتيز. الماوس كافيتي اول حاجه الاوربيتال كافيتي، النيزال كافيتي، الميدل اير كافيتي دي الاذن الوسطى، دي الانف، دي العين، دي الماوس، مفيش مشكله. الميجور كافيتيز انتيريور او فنترال، سوركس، ميدياستاينم، بلورال، كاردياك، مفيش مشكله. والاسهم مشاوره على كل واحد فيهم، كلام محترم. الدايفرام بيفصل السوركس عن الابدومين وبلفيك كافيتي. في الدايجستيف اند كيدني اورجانز. الابدومينال كافيتي اهو مشاور لك عليه، اما البلفيك كافيتي مشاور لك عليه، قلت لك ان فيها البلادر والريكتم والريبرودكتيف اورجانز، اعضاء التكاثر سواء انثى او ذكر. طيب البوستيريور او الدورزال في كرينيال كافيتي اللي هو السكال بتحاوط البرين، والفيرتبرال كافيتي في الفيرتبرال كولم بيحاول السباينال كورد، الفيرتبرال كولم اللي هو العمود الفقري بيحاوط السباينال كورد. تمام مش مشكله، دي تجميع لهم مفيش مشكله برضه عشان ايه تلم الدنيا في دماغك. طب سنترال نيرفس سيستم دي التايبوجرافي اوف سيستمز. قلنا ان السنترال نيرفس سيستم دي بيكون في الدورزال كافيتي عشان كده جبناه هنا. السريبرم يعني القشره المخيه، البرين ستيم يعني جذع المخ، السريبيلم يعني المخيخ، وبعدين السباينال كورد. احنا قلنا الكلام ده مش عليك فمش مكتوب في كتابك، اعتبره مش موجود. البرين ستيم اللي هو جذع المخ، الحته دي اسمها سريبرم، الحته دي اسمها سريبيلم. عايز تعرف الميد برين اسمه المخ المتوسط، البونز اسمه الجسر او الممر، اسمه الجسر. اما المظله اوبلنجاتا اسمها النخاع المستقيم. قلنا ان سباينال كورد بيقسم لسيرفايكال وثوراسيك. سيرفايكال يعني عنقيه، ثوراسيك يعني صدريه، لمبر يعني قطنيه، ساكرال يعني عجزيه، كوكسجياس يعني عصعصيه. قلنا ان السيرفايكال 8 حلو وبيرمز لها بسي، الثوراسيك تي وهم 12، اللمبر 5 وهم ال 5، والساكرال بيرمز لها باس وعددهم 5. سجيال دي بتكون واحده بس، يبقى لما تيجي تحسبهم يطلعوا 31 يعني 20 وده 10 ادي 30 31، ودي بترمز لها كوك، هي واحده بس بتكتبها كوك وخلاص. تمام. دي الجي اي تي. قلنا ان كده احنا رحنا للفنترال كافيتيز. اول حاجه الجي اي تي الجاسترونترستاينال تراكت، الجهاز الهضمي، دي النوز، دي مش تبع الجهاز الهضمي، تبع الجهاز دي تبع الريسبيراتوري. دي الماوس، بعده الفارنكس بعده الاسوفيجاس، دي اللي اسمها ستومك، بعدها الديودينوم، وبعدين الجيجينوم، وبعدين الاليوم، وبعدين السيكم، وبعدين الاسندنج، وقلنا ان الحته دي اسمها ابندكس او الزايده، وبعدين السيكم قلنا خلاص السيكم يعني الاعور، الصاعد الاسندنج دي الترانسفيرس المستعرض، دي الديسندنج النازل، الحته دي اسمها السيجمويد كولون، دي اسمها الريكتوم، الانس. الحاجات هتلاقيها مكتوبه هنا
هنا بالتفصيل اقراهم. الحاجات دي كلها يعني ايه بقى؟ قلنا هنا البلعوم، المريء، المعدة الاثنى عشر، الجوجنم يعني قائم، الإليوم يعني اللفائفي، الزايدة الدودية خلاص، المصراني الأعور، الصاعد، المستعرض، الهابط، الحوضي، وقلنا اسمه السجمويد عشان شبه حرف الاس وريته لكم في التايبوجرافيا 3 دي، والريكتم يعني المستقيم، والانس يعني فتحة الشرج. خلاص قلنا ديسيكم، اسندنج، ترانسفيرس، ديسندنج، سيجمويد، انس، ديودينم يعني الاثنى عشر، الصائم او الجوجنم، الاليوم مفيش مشكله. الاكسسوري اورجانز قلنا خلاص ان دي الليفر، الاكسسوري يعني اضافيه او زائده ما بيعديش عليها الاكل بس مهمه في هضم الاكل. البنكرياس بيطلع عصاره بنكرياسيه. الجال بلادر اللي هي الحصاله الصفراويه بتطلع العصاره الصفراويه ماشي. الليفر خلاص، البنكرياس خلاص. البايل قلنا يعني صفرا، الليفر يعني كبد، الجال بلادر حصاله صفراويه بتطلع صفرا هي كمان. البنكرياتيك جوز بيختلط مع الصفرا ويخش على الديودينم في السمول انتستين ماشي. الريسبيراتي قلنا خلاص دي اسمها النوز او الماوس علشان في ناس بتنفس من بقها. وبعدين اللارينكس، وبعدين تراكيه تخش على البرونكس تخش برونكيولز الاول، وبعدين تخش على الالفيولاي. وقال لك ان دي كلها اسمها اللنج يعني الرئه. جبناها من منظور جانبي شويه، نوز، ماوس، فارنكس مش عارف قلنا هنا ولا لا، فارنكس الاول وبعدين لارينكس، تراكيه، وبعدين قلنا خلاص برونكس الناحيه دي، وقلنا اللنج كلها وفي الفيولاي. هو هنا كاتب لك الحاجات دي الكتاب بتاعكم ده اللي مطلوب منكم. نوز، لارينكس، تراكيه، برونكاي، الرايت لانج. النوز او الماوس عشان دي مهمه، في ناس بتنفس من بقها. اللارينكس المفروض في فارنكس برضه عشان الهواء بيعدي على الفارنكس بس هم هنا مش كاتبينها. تراكيه، برونكاس اهي او برونكاي جمع برونكاس، بعدهم برونكيولز اللي هي التصغير الحته دي اسمها برونكيولز، وبعدين الالفيولاي في الاخر. خلص كده الحويصلات الهوائيه. طيب الرينال سيستم الجهاز البولي او الجهاز الكلوي. دي الكلى، دي الحالب او اليوريتر. الكلى يعني كدني او رينال، دي الحالب او اليوريتر. دي المثانه البوليه، اليورينري بلادر تعدي في اليوريثرا اللي هو مجرى البول، ينزل على البينس يطلع في الشارع. طيب الست عندها كدني، يوريتر، يورينري بلادر عادي. اليوريثرا هنا بقى بتاعت الست اصغر بكتير من بتاعت الراجل، وبعدين تفتح فتحه مستقله. هنا الراجل عنده فتحه مشتركه مع الريبرودكتيف سيستم مع قناه مجرى البول بيعدي فيها السائل المنوي، اما الست لا. طيب قال لك هنا مزودين لك في الرينال سيستم الشرايين والحاجات دي كنت شارحها لك في الحصه مفيش مشكله. الاورطه اللي هو الشريان الاورطي، الشريان الابهر. الليفت لانج عشان دي انت بتوصف، دي الليفت كدني عشان انت بتوصف وانت باصص للراجل هو باصص لك، يعني الرايت بتاعك بيبقى الليفت بتاعه والليفت بتاعك بيبقى الرايت بتاعه. فدي الرايت بتاعي اني فبالتالي هو الليفت عند المريض ودي الرايت عند المريض عشان الليفت بتاعي اني. يبقى الليفت كدني، الليفت يوريتر، اليورينري بلادر واحده مفيش منها ليفت ورايت. الرايت يوريتر، رايت كدني، انفيريور فينا كافا. خلي بالك بيلونوا لك الفين بدم بلون ازرق ليه؟ علشان في دم غير مؤكسج مفيش فيه اكسجين. طيب الميل جينيتال سيستم قلنا خلاص ان دي اسمها التستس ودي اسمها الابيديديمس، دي الفاس ديفرنس ودي السيمينال فيزيكلز تعدي على في جاكولاتري داكت يعني القناه اللي ساعه القصف بيطلع منها السائل المنوي. والقناه القصف دي بتكون مره خلال البروستاتا اللي هي دي البروستاتا، تنزل على مجرى البول، تنزل على البينس، تنزل في الشارع. قلنا خلاص السكروتم دي يعني ايه؟ الصفن او كيس الجلد اللي فيه داخله الخصيه. تستيكل يعني خصيه، ابديدمس بربخ، فاز ديفرنس يعني وعاء ناكل، سيمنال فيزيكل يعني حويصله منويه، الجاكولاتري داكت يعني قناه القذف. الريكتم هنا جايبه لك دي مش تبع الميل جينيتال تراكت بس بيقول لك موقعه، مش قلنا ان الاناتومي هو وصف الاعضاء بالنسبه للاعضاء الاخرى، فبيقول لك خلي بالك الريكتم قاعد هنا بالنسبه للريبرودكتيف سيستم. البروستاتا هتدي في اليوريثرا ماشيه في البينس، وقال لك ان دي البيوبيبون. ليه جبنا الريكتم والبيوبيبون هنا؟ علشان دي لها علاقه بالجهاز التناسلي الذكري من ناحيه الريليشنز. طيب الست خلي بالك دي البيوبيبون بتاعتها، خلي بالك الانس بيبقى هتلاقيه ورا هنا كده في الحته دي الانس بس احنا شايلينه. طب تمام، دي الاوفري بتاع الست، دي الفالوبيان تيوب فيها امبلا، ودي مش عليكم، مش ضايفينها في الكتاب بتاعكم بس من باب العلم بالشيء. فيمبريولا، امبلا او امبولا على حسب النطق مش هنختلف، وبعدين تيوب وبعدين اسمس. فالوبيان تيوب وراح دماغك. يوترس يعني رحم. يورينري بلادر ده عشان العلاقه بين الجهاز البولي والجهاز التناسلي.
دي فاتح فتحه قدام هنا، لا دي فاتح فتحه ورا الفاجينا. تمام. هنا بقى راسم لك ايه؟ الفالوبيان تيوب، اوفري، فالوبيان تيوب. لو بالترتيب هيبقى الاوفري هيطلع البويضه تمشي في الفالوبيان تيوب، يجي لها الحيوان المنوي في الانبوله هنا كده، يحصل لها اخصاب، الاخصاب ينزل 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 يعدي هنا كده كده كده، يروح راشق في الفندس اوف ذا يوترس. هو قال لك اليوترس وخلاص، اعتبرها دي كلها يوترس، دي السيرفكس بتاع اليوترس، وخلي بالك دي جزء من اليوترس، يعني اليوترس ده كله يوترس بنقسمه لثلاث حتت: فندس، بادي، سيرفكس. وبعدين الفاجينا، الفاجينا اللي هي المهبل. الهايمن دي يعني غشاء البكاره. بس كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.